يا بنات عاملين ايه؟ ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشني خالص. ازيك يا باربي؟ عامله ايه؟ ازيك يا باربي؟ ازيك يا باربي؟ عامله ايه؟ عاملين ايه يا وحشين من غيري؟ ليه يا باربي؟ سلامتك يا حبيبتي. كنت تعبانه عندي برد شديد، ولا واحده فيكم رفعت السماعه وتسأل على باربي صاحبتكم؟ ليه كده؟ ليه كده يا وحشين؟ معلش يا باربي حبيبتي، انا اسفه خالص. معلش كنت مشغوله مع ماما، كان تعبانه شويه. ليه بس؟ سلامتها الف سلامه. ازيك يا باربي؟ عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. ازيك يا نانسي؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا باربي الحمد لله. ايه يا باربي؟ ايه الاخبار؟ جايبه حاجه حلوه ايه النهارده؟ ولا هتشتري من الكانتين؟ لا لا لا، كانتين ايه ده؟ انا شنطتي مليانه. ايه معاكي ايه النهارده بقى؟ فاجئينا بالمفاجآت الحلوه بتاعتك. لا 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 لا، حاجات ما تقدروش عليها. ما ينفعش حد يجيبها الا باربي. ايه يا باربي؟ بلاش الكبر والعنطزه الفاضيه دي يا باربي. ايه ده؟ انت مالك انت وانا بكلمك انت؟ لا يعني مش حكايه بتكلميني، بس مش كل يوم يعني جايبه لنا حاجات غريبه كده، شيبسيات غريبه وبسكوتات غريبه وشوكولاتات كده. اول مره اشوفها. لا لا، اصل هي مش جايه من هنا، دي جايه من بره. يعني انا قلت افرجكوا عليها بس. ايه انت مالك غيرانه ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، انا بغيرش منك وانت عارفه كده كويس يا باربي. ايه الحاجات الكتيره قوي اللي بتجيبيها كل يوم دي؟ ايه يا باربي؟ انت ليه؟ انت بتاخدي مصروف كام على كده؟ انا طبعا باخد مصروف كبير جدا. ليه يعني؟ بتاخدي كام يعني؟ ليه؟ انت مثلا تتخيلي كده انا باخد كام؟ لا قولي انت، يعني مصروف مش زينا يعني ولا ايه؟ مش فاهمه انا. قولي يا ستي. انا عن نفسي يا باربي باخد 20 جنيه في اليوم. وانا باخد 15. وانا باخد 35 جنيه. وانا باخد 20 جنيه برضو. وانتي يا روان بتاخدي كام؟ انا باخد 15. بس الحمد لله، يعني ماما بتديني 15 جنيه وبتجيب لي حاجات اصلا، وانا جايه من السوبر ماركت ما بحتاجش اجيب بيهم حاجه صراحه، بروح بيهم زي ما هم. يا عيني، ايه ده؟ لا لا لا. انا بقى مصروفي كله لازم يتصرف في نفس اليوم، مصروف تاني غير اللي طبعا لازم اخد كل يوم مصروف. ليه يعني يا باربي؟ بتاخدي كام يعني؟ انا باخد بالاسبوع، باخد 700 جنيه في الاسبوع. ايه؟ 700 جنيه؟ ايه ده؟ 700 جنيه في الاسبوع؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش معقول، بتكدبي يا باربي. لا انا بكدب. انا مستعده اوريكم طبعا مصروفي. مصروفك 700 جنيه ازاي يعني؟ طب انت جايبهم كلهم معاكي يا باربي؟ ايه ده يا باربي؟ إيه معقول؟ باربي. ايوه يا ستي، في ايه تاني؟ ايه التحقيق اللي انت عاملاهولي ده؟ شويه مصروفك كام وشويه مش عارفه بتجيبي ايه. ايه في ايه؟ انت مالك؟ مش واثقه في كلامي ولا ايه؟ يعني معاكي مصروف كبير قوي كده؟ ممكن طلب لو سمحتي يا باربي؟ اموريني طبعا. عايزين حاجه من الكانتين اجيبها لكم؟ لو انتوا محتاجين حاجه انا اجيب لكم كلكم في الفصل، وكله معزوم على حسابي النهارده. طب يا ستي طالما معزومين على حسابك، طب انا مش عايزه حاجه من الكانتين، انا عايزه حاجه تانية يا باربي. اموريني، قولي كل اللي نفسك فيه وانا اجيبهولك. طب يا ستي خلاص، احنا جنبنا هنا مطعم ماكدونالدز، ممكن نعدي ناكل كلنا على حسابك يا باربي النهارده. إيه ماكدونالدز؟ انتوا طبعا، طبعا اللي انتوا عايزينه. قلت لك طبعا يا بسمله، اللي انتوا محتاجينه النهارده انا كلكم معزومين على حسابي النهارده، من الكانتين او من بره المدرسه. انا عارفه ان انت بتكذبي عليهم. ايه يا نوران؟ في ايه يا نوران؟ انا مش بكذب عليهم، ومستعده اوريكم بعد المدرسه. يا سلام، انت عايزه تقنعيني ان معاك المبلغ ده كله وهتعزمينا كلنا في المطعم؟ يا شيخ حرام عليكي، بطلي كدب بقى، ما انا عارفه الظروف واللي فيها. ايه ده يا نوران؟ في ايه؟ انا مش بكذب على حد، خايفه عليكي بس من الاحراج مش اكتر. هيورطوكي يا باربي. هيورطوني ايه؟ انت مالك انت؟ تعالي معاهم وانت تشوفي. هي الجرس ضرب. يلا يا باربي، الحصة خلصت ودي اخر حصة ولا ايه؟ نسيتي نفسك ونسيتي اللي انت وعدتينا بيه. انا ما نسيتش حاجة. يلا يا جماعة، خرج عليك وعلى عندك يا باربي، انت ما فيش فايدة فيكي. اتفضلوا اتفضلوا يا بنات. طالبين حاجة معينة؟ ايوه. احنا 6 بنات عايزين 6 وجبات. طب طالبين حاجة يعني حاجة معينة من المنيو اللي انتوا شايفينها دي؟ طب لحظة واحدة أسأل صحباتي بس وأرد على حضرتك. كده
كده يا بسملة تورطيها في كنتاكي مرة واحدة؟ احنا قلنا ماكدونالدز هيبقى كل واحد ساندوتش كده يعني ماشي الحال. لا بقى، انا قلت اوريها واربيها باربي، دي بتكذب كذب، وانا بقى هشوف هتقدر تجيب لنا كل اللي احنا عايزينه من كنتاكي ولا لا. طب ليه كده؟ ليه كده بس الاذى ده؟ ما انت عارفه ان ممكن تكون حتى لو بتكذب ما نورطهاش التوريطه دي. ايوه يا بسمله انت صعبه قوي. لا انا مش صعبه، انا هشوف بقى انا ولا باربي الكذب بتاعها ده، انا لازم انا اعلمها الادب. طب لو سمحت، يعني الوجبات اللي عند حضرتك سعرها كام؟ يا حبيبتي الحاجات كلها موجوده في المنيو، شوفي انت عايزه ايه بالظبط وانا اجيب لك. طيب يعني عايزه 6 وجبات، يعني الوجبه في وجبات ب30 جنيه. يا حبيبتي مفيش حاجة ب30 جنيه دلوقتي، 30 جنيه ايه بس؟ الأقل وجبة بتبدأ من 60 جنيه. ايه 60 جنيه؟ يا دي المصيبة يا دي المصيبة. في ايه يا باربي في ايه؟ مش انت قلتي معاكي فلوس؟ ايوه انا معايا، بس انا امال ايه المصيبة وايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ مصيبة ايه يا باربي؟ في ايه؟ طمنيني يا ستي. مفيش حاجة، مالكيش انت دعوة بقى، انت مش ليكي الحاجة تجيلك وخلاص. انت ايه بقى؟ ايه اللي انت بتتكلمي فيه ده؟ وبعدين انا بتكلم على حاجة تانية اصلا، مش على الموضوع ده. بنات عايزين ايه بالظبط؟ عشان المطعم زحمة زي ما انتوا شايفين، وانتوا واقفين بقالكوا شوية وما طلبتوش حاجة. بقت من اللي هي ب60 جنيه؟ معلش يا حبيبتي، بصي الوجبات اللي ب60 جنيه مفيش منهم الا 3 بس، والباقي خلصان. ده كان عرض وخلص النهارده، كان فاضلش منه الا 3 عروض بس. ايه؟ طب الباقي بكام طيب؟ طب ماشي، هات ال3 وجبات اللي ب60 والتلاتة التانيين هيبقوا بكام يعني؟ الوجبة بتبدأ من 100 جنيه. ايه يا لهوي يا دي المصيبة، 100 جنيه يعني 300 جنيه، والتانيين ب3 ب60 جنيه ب180 جنيه. طب اعمل ايه؟ اجيب منين؟ انت معيش الا 200 جنيه بس. يا حبيبتي يلا، عشان وراكي طابور كبير جدا وانا كده مش هينفع اللي انتوا بتعملوه ده. يلا يا باربي اتأخرنا، عندي درس، وانا كمان يا باربي عندي درس، وانا كمان عندي درس. خلاص يعني كلكم عندكم دروس؟ طب جيتوا ليه؟ جيتوا ليه معايا لما انتوا عندكم كل واحده عندها درس؟ انتوا بتعملوا كده ليه؟ اتفضلوا اتفضلوا يا بنات، ايه مش عايزين تاكلوا ليه؟ صدقتي يا باربي، فعلا عزمتينا النهارده. شكرا يا باربي، شكرا يا باربي، شكرا قوي يا باربي، شكرا يا باربي. مش عارفين نشكرك ازاي. بس ايه الساندوتش الصغير ده ايه ده؟ تشيلسي اختك جايه معانا النهارده يا باربي ولا ايه؟ لا الساندوتش الصغير ده بتاعي انا. ليه؟ ايه يا باربي عامله رجيم ولا ايه؟ صحيح يا باربي، كلنا طلبنا سندوتشات كبيره الا انتي. في ايه يا باربي؟ طالبه اصغر ساندوتش ليه يا باربي؟ في ايه؟ انت عامله رجيم فعلا؟ بس انت رفيعه يعني مش محتاجه رجيم. خلاص يا بنات، انتوا ليكوا اكل ولا ليكوا تقعدوا تتريقوا؟ ما يلا بقى ابداوا كلوا. واو طعمه تحفه جدا. لو سمحت ممكن اعرف بس الحساب كام؟ الحساب يا حبيبتي 3 ساندوتشات ب100 جنيه يبقى 300 جنيه، وتلاتة على 60 جنيه 180 جنيه، يبقى كله على بعض 480، و20 جنيه خدمة يبقى 500 جنيه. ايه 500 جنيه؟ ايوه يا حبيبتي، ما انا قلتلك الاوردر قبل ما يطلع، قلتلك سعره كام. ايوه بس انا معيش الا 200 جنيه بس. لا يا حبيبتي بلاش الاسلوب ده، كل يوم المدرسه دي بنات تعمل معايا مواقف كده مش حلوه خالص، انا ما بحبش كده. لو سمحتي يا حبيبتي، انا قايله لك الاوردر قبل ما يطلع سعره كام، فما ينفعش تقولي لي 200 جنيه. يعني عم بوم ايه 200 جنيه؟ لو سمحتي بقى شوفي مع صحباتك ولا حاجه. صحباتي ايه بس؟ ده انا عازماهم ارجوكي. طب لحظه واحده طيب، دي باربي بتقول لها معيش الا 200 جنيه. مش انا قلت لكم ان هي كذابه؟ ليه كده بس يا بسمله؟ ليه احرجتيها؟ ايوه يا بسمله ليه احرجتيها بس كده؟ يا دي المصيبه، 200 جنيه. طب انا معيش، مصروفي خلص كله، وكمان حتى لو كان معايا مصروف 20 جنيه مش هتعمل حاجه في اللي احنا فيه ده. هنعمل لها ايه؟ مش هي اللي عماله تكذب كل شويه تقول معايا مصروف كبير جدا معايا مصروف كبير جدا؟ خلاص بقى تشرب بقى. يلا يا بقى يا بنات عشان عندنا درس ومتاخرين، يلا عشان قبل ما المستر يجي. لو جه قبل مننا هو قايل لنا مش هتخشوا الحصه تاني. يلا يا بنات. طب يلا، بس انا محرجه قوي عشان باربي كده حرام هتزعل، وبعدين مش معاها الفلوس، هتعمل ايه دلوقتي؟ الفلوس اللي باقيه تغسل بهم الاطباق. مش هي اللي عملت في نفسها كده؟ يبقى بقى تقعد تغسل الاطباق اللي في المطعم. يا بسمله ده انت مفتريه قوي. يلا يا بنات اتاخرنا على الدرس.
هتعملي ايه يا باربي في المشكله دي؟ مش عارفه يا نوران، مش عارفه. مش انا قلت لك يا باربي حرام عليكي بتعملي في نفسك كده ليه؟ ليه الكذب ده كله وليه الكبر ده كله؟ انت بتعملي كده ليه؟ انت مريضه؟ مريضة ايه بس يا نوران؟ انا اعمل ايه في المشكله؟ انا بقولك حلي لي المشكله، مش تقولي لي انت مريضه وعايزه علاج. ايوه يا باربي، انت فعلا مريضه وعايزه علاج. ما ينفعش اللي انت عملتيه في نفسك كده. ادي اصحابك كلهم مشوا وسابوكي وراحوا الدرس بتاعهم، انت دلوقتي مش لاقي حد يساعدك. اعمل لك ايه بقى دلوقتي؟ وانا فعلا يا باربي مامتي تعبانه ولازم اروح دلوقتي. ايه هتسيبيني يا نوران؟ طب هتسيبيني لوحدي؟ اعمل ايه طيب دلوقتي؟ اعمل ايه؟ معلش يا باربي، انا مش عارفه اقولك ايه. انت وضعك محرج جدا ومش عارفه اقولك ايه. انا هعمل ايه طيب؟ انت اللي قعدتي تقولي انا معايا مصروف كبير وقعدتي تطمعيهم فيكي وفي الاخر كنت بتكذبي علينا. طب ليه يا باربي ما تقولي الحقيقه زي ما احنا قلنا؟ خلاص يا نوران، يعني انت بتأنبيني دلوقتي؟ اعمل ايه دلوقتي طيب؟ انا بقولك حلي لي المشكله. خلاص يا باربي، اتصلي بباباك يجي يساعدك في اللي انت فيه ده ويدفع لك الفلوس وعشان تمشي. اصل كده كده مش هيخليكي تروحي الا لما تدفعي الفلوس. يا دي المصيبه، اقول لبابا ايه؟ اقول لبابا ايه؟ حبيبتي انت عطلتيني على الفاضي. معاكي دلوقتي الفلوس ولا هتعملي ايه؟ واصحابك كلهم ايديهم كلوا ومشوا. انا مش عارفه يعني اعمل ايه دلوقتي معاكي. وبعدين المدير كده هيخصمهم مني. ارجوكي يحل المشكله اللي انت فيها دي. طب حضرتك، طب ممكن اكلم بابا بس؟ بابا؟ طب ليه؟ ايه لازمه اللي انت عملتيه ده؟ ليه بتكذبي على اصحابك وتقولي ان انت معاكي فلوس؟ معلش انا اسفه، معلش انا فعلا حطيت نفسي في وضع محرج جدا. هكلم بابا بس يجي يدفع لي الفلوس. ليه كده بس يا باربي يا بنتي؟ انت من ساعة ما كلمتيني وانا جاي جري في الشارع عمال افكر ليه بتعملي في نفسك وبتعملي فيا كده يا باربي؟ اعمل ايه يا بابا؟ معلش حقك عليا، انا كذبت على اصحابي بيقعدوا يغزوني بالمصروف بتاعهم بالاكل بتاعهم والحاجات بتاعتهم، فاضطريت اقول لهم ان انا باخد مصروف كبير جدا وانا مش باخد المصروف ده. طب يا بنتي يا بنتي، الفقر مش عيب، بس العيب ان احنا نكذب على اصحابنا ونكذب على نفسنا. انت كده كذبت على نفسك يا باربي. اديك يا بنتي اتحطيت في موضوع محرج جدا وانا مش عارف اعمل لك ايه. حرام عليك يا باربي، اروح ادفع لك 500 جنيه يا باربي؟ يا بنتي المرتب فيه كام؟ 500 جنيه عشان اصرف منهم 500 جنيه يا باربي؟ ليه كده يا بنتي؟ خلاص يا بابا انا اسفه، مش هعمل كده تاني. معلش يا بابا معلش. خلاص يا باربي، اديك عرفت غلطتك. بس ارجوك يا باربي بعد كده يا باربي اوعي تكذبي تاني على حد. تحطي نفسك في وضع صعب وما تقدريش تخرجي منه، ما ينفع. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. فانت ما ينفعش ان انت تكذبي على اصحابك وتقولي ان انت مستواك عالي وبتاخدي مصروف كبير وانت مش كده اصلا. ليه كده يا بنتي؟ ليه بس يا باربي؟ ليه؟ حرام عليكي. خلاص انا اسفه يا بابا، اسفه فعلا، انا غلطت غلطه كبيره جدا.